السلام عليكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعمل مع بعض وصفة النهاردة هعمل صينية بطاطس بالفراخ بتتبيلة خطيرة وبطعم زمان، وقطعت الفرخة على 8 قطع علشان تتشرب من التتبيلة كويس جدا، وكمان تاخد من طعم الخضار. هجيب معايا بقى كيلو ونص بطاطس او بالعدد 5 بطاطسات كبار، وهجيب 4 بصلات زي ما احنا شايفين كده اقطعهم جوليان او شرايح، وهنزل ب4 وحدات من الفلفل الرومي، كمان نص كيلو طماطم هقطعه كده زي ما احنا شايفين. التتبيلة دي خطيرة جدا جدا، ملح وفلفل بقى، بهارات فراخ 7 بهارات كاري، هحط كمان توم باودر، بصل باودر، وهحط ورق لورا وحبهان ومعلقة توم كبيرة. توم المفروم ده انا عاملاه معاكم في القناة، بطلعه من الفريزر طري جدا. قلبي بقى التتبيلة دي كلها على بعضها، ولما تكون الفرخة كبيرة معاكي قطعيها على 8 علشان تستوي مع نفس وقت سوى البطاطس. يعني البطاطس بتستوي بسرعة، فلو حطيتي الفرخة على بعضها في البطاطس هتتهري معاكي. هرص بقى البطاطس زي ما احنا شايفين كده، وهتحطي الفراخ من فوق. حتى لو ما حطيتيش زيت او سمنه، كده كده الجلد بتاع الفراخ فيه دهون مشبعه هتنزل على البطاطس تخليها في حته تانية خالص. الاول هقلب البطاطس بجزء من التتبيله، وبعد كده هص الفراخ زي ما احنا شايفين. انا كنت مولعه الفرن علشان يسخن معايا وما ياخدش وقت. هرص بقى الفرخه كده وهحط بقيه التتبيله على وش الفراخ. تتبيله ريحتها قويه جدا، طعمها حلو جدا جدا. وكمان لو عندك اطفال، الطفل ما بياكلش الجزء كله بتاع الفرخه، يعني ما ياكلش ربع الفرخه كامل، فلما تقطعيه على 8 كده هياخد الجزء بتاعه او المناب بتاعه ياكله، ولو عايز هتحطي له تاني. زي ما احنا شايفين كده هنزل بقى كل التتبيله بالالوان الجامده اللي انا عاملاها دي، او وبعدين هغطيها بورق فويل. انا ما عنديش ورق زبده فهغطيها بورق فويل، رشه زيت بس عشان اللمعه كده من فوق الوش، وهغطيها بقى بورق فويل. انا ما عنديش ورق زبده، هحط ورق فويل وهقفلها كويس قوي. هحطها شويه على النار من فوق تاخد غلوه، وبعد كده هدخلها الفرن. بعد ما ادخلها الفرن بقى هجهز الرز. انا حبيت اعمل معاها رز في البريم. هحط بقى 4 كوبايات رز مغسولين كويس جدا ومتصفيين من المية تماما، وهكون غالية اللبن قبل ما ابتدي اعمل الرز. لازم اللبن يكون سخن علشان يقوم معاكي الرز بسرعة وما يغيبش معاكي في الفرن. هظبط الملح كده، وبعد كده هنزل ب4 كوبايات لبن، يعني الرز قد عدد كوبايات اللبن، المعيار الرز قد معيار اللبن. وهزود كوباية ونص مية. ادي 4 كوبايات لبن اهو، ولبن يكون كامل الدسم، يعني يكون افضل علشان الوش معاكي يدي لون ويبقى شكله حلو. هقلب بقى كده عشان ادوب الملح، وهحط كوبايه ونص ميه. معيار الرز بيبقى قد معيار اللبن، ولازم كوبايه ونص ميه في اي معيار. يعني حطيتي 2 رز 2 لبن كوبايه ونص ميه، لازم الميه علشان هي اللي بتسوي الرز. هقلب بقى كده، وكده كده الفرن والع يعني. هحطه على الرف الاوسط وهسيبه براحته خالص. مش هحط اي سمنه ولا اي حاجه، علشان لو حطيتي سمنه في المرحله دي هتاخد وش اللبن وتنزل تحت. انا عايزه الوش بتاعه يبقى مرفوع. هنا بقى البطاطس اهي كانت دخلت في السوا او استوت، والفراخ استوت كمان. خلاص هدخلها بقى كده تحت الشوايه علشان تاخد الوش بتاعها او تكمل سواها في الفرن. زي ما احنا شايفين الالوان جميله جدا، ريحتها حلوه قوي قوي، خفيفه وسهله، وكلنا عارفين بنعملها ازاي. بس حته تقطيع الفراخ على 8 دي مش كل الناس بتعملها، فانا بقى افضل تبقى كده افضل علشان تستوي مع سوا البطاطس. بصوا بقى الرز طلع تحفه تحفه تحفه، ريحته تجنن. هنغص بقى كده، هدخل بس اعمل فتحات علشان انزل السمنه. انا كنت مسيحه السمنه، او زي ما احنا شايفين كده الجو حر اصلا وساحب، فهنزل بقى كده السمنه بتاعتي على الرز. زي ما احنا شايفين، عندك قشطه وش اللبن حطي تمام، اي حاجه كريمه عندك حطي، مفيش اي مشكله. اهم حاجه تبقى السمنه جودتها كويسه ونوعها كويس. السمنه دي انا جايباها من عند فتح الله، سمنه بقري، ريحتها حلوه جدا جدا وطعمها ممتاز. اسمها اسكندريه، انا اول مره اجربها بس طعمها حلو قوي وريحتها حلوه قوي. اهي شكلها كده هوريها لكم اهي، اهي دي
ريحتها حلوه قوي. بعد ما احط السمنه هدخل الرز تاني الفرن يشرب بقى مع السمنه كده كله مع بعضه، و10 دقايق كده وهطلعه زي ما احنا شايفين كده. طبعا واحنا شغالين زي ما احنا متفقين في كل فيديو بنقول بنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وبنسبح وبنستغفر وبنكبر وبنحمد ربنا على كل النعم اللي ربنا بيديها لنا. ربنا يديم علينا نعمه يا رب، اللهم امين. بصوا بقى اللوحة الفنية دي طلعت اهي من الفرن، ريحتها حلوة قوي، طعمها جميل جدا. فكرة غدا بسيطة يعني زي ما احنا شايفين اهو. وحمرتها طبعا، خدت وش تحت الشوايه، وهبتدي اغرف. عملت جنبها السلطه بتاعتي طماطم متقطعه وفلفل رومي ومعاه فلفل سبايسي لو عايزه، وفص توم واحد بس، وعصرة ليمونة وملح. السلطة دي انا بحبها جدا وبفضلها جدا وطعمها حلو قوي قوي. هغرف بقى الرز زي ما احنا شايفين ريحته قلب البيت. وهحط بقى عندك اطفال هتحطي قطعة صغيرة ياكلها كلها وتكملي له تاني. لو عندك ناس كبيرة مفيش مشكلة، ممكن تحطي القطعتين جنب بعض زي ما انا هعمل دلوقتي كده. طعمها حلو قوي، الفراخ مستوية في نفس الوقت اللي استوى فيه البطاطس. جربيها، متنسيش تعملي لي لايك والاشتراك وتسيبي لي كومنت وتقولي لي رأيك في الوصفة، ورأيك كمان في القناة كلها، يعني يهمني رأيكم. يلا نختم بقى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وألف هنا وشفا على كل اللي أكل منها، وألف هنا وشفا على كل حد بياكل عندنا لقمة. وسلام.